السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل العظمة دي بقى كنز في تلاجتك في فريزرك، حاجة كده وهم. هنعمل هريسة الشطة زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبه كميه شطه محترمه، هما كان كلها حمرا بس كان يدوب فيهم بس كام قرن بسيط كده، يجي 3 4 كده اخضر. فانا قلت هعملها كلها عادي، هي مش القرون الخضرا دي مش هتأثر يعني. بس اهم حاجه لما تجيبيها تغسليها وتنشفيها كويس جدا، ما يبقاش فيها نقطه ميه. اهم حاجه لازم تبقى ناشفه. يعني انا غسلتها من بالليل وفرشتها على الفوط بتاعه المطبخ دي، وجيت كمان الصبح وانا بعملها معاكم دلوقتي بقيت ماسكه قرن قرن انشف فيه كويس جدا. وهخلص كل الكميه اللي معاكم دي وهرجع لكم تاني. بس قبل اي حاجه عشان تعملي الشطه لازم يبقى معاكي الحاجتين والوقيتين دول، الكمامه والجوند، لان الشطه يا جماعه بجد ما بتهزرش. هروح انشف بقى الشطه واجيلكم. وهنا جبت بقى بعد ما نشفتها كلها، مسكت كده القرن، قطعت القمع بتاعه من فوق ورحت فاتحاه ومخرجه البذور اللي جوه دي. انتي حابه تعمليها بالبذور بتاعتها، دي حاجه ترجعلك عادي جدا، مش هتقولك لا، وبالعكس بس هتبقى سبايسي اكتر، هتبقى حراقه جدا. وبصراحة أنا مش بحب البذور في الأكل، يعني حتى بذور الطماطم بصفيها، أي بذور أنا بحب إن أنا أشيلها من الأكل يعني. بس انتي حابة تضربيها بالبذور بتاعتها مفيش اي مشكلة. انا بمسكها كده، اشيل البذور واشيل اي حاجة جواها كده، نضفها بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا امسك القرون اخرطها كويس عشان تعرف تمشي في الكبة وتبقى سهلة يعني. بتنيني اخرط فيها بالشكل دوت كده، القرن على 2 على 3 حسب طول القرن. بصراحة الشطة دي كانت جميلة جدا ولونها فظيع بجد، لونها كان احمر حلو قوي. فمسكتها خرطتها بالشكل دوت، وهجيب بقى الكبة كده وهبتدي ان انا احط فيها على قد كمية الكبة اللي معايا يعني. همسكها واحطها وبعد كده هبتدي ان انا اضربها بالكبة لحد ما تتفرم فرم ناعم جدا بالشكل ده كده. ابتديت ان انا اضرب فيها، هو لازم ان انتي تفرميها فرم ناعم جدا، ما تحطيش عليها اي حاجة دلوقتي، انتي بس بتمشي الكبة فيها وبتخليها تفرمها فرم ناعم بالشكل ده كده. وبعد كده بقى في المرحلة دي لما اتفرمت بالطريقة دي وبالمنظر ده، هروح جاي حاطة على كل كيلو شطة، ركزي كويس، 2 معلقة كبار من الملح. وكمان بحط معلقتين كبار من التوم، بس انا حطيت التوم دوت للكمية كلها، يعني انا ما حطيتش توم تاني. انا التوم عندي كان مهروس، لو التوم عندك سليم ما تحطيهوش مع الفلفل في الاول، عشان خاطر هيقعد يلف كده ويغلبك. انما لما بتحطيه بعد ما بيتفرم ناعم كده بيتفرم بسهولة وبينعم معاكي. فكل كيلو عليه معلقتين 2 من الملح. وانا حطيت على التلات، انا كنت عامله 3 كيلو، حطيت عليهم معلقتين كبار من الثوم. وقت بقى الاكل براحتك، انتي بتبقي عايزه ان انتي مثلا تقللي تزودي، دي بحريتك انتي. وبعدين انا يعتبر كنت فرمت ضربة الاول خالص بارد، مش بارد قصدي من غير توم. دي انا هقول لكم انا هعملها ليه، انما دي هتنفع للتتبيلات الكبده، هتنفع لتتبيلات الحواو، يعني اي حاجه تحطي منها من هريسه الشطه دي عليها، مش هتقولك لا. السمك اي حاجه بتبقى فظيعه. ولازم بقى تحطي كوبايه الزيت اللي انا حطيتها دي، لان الزيت طبعا يعتبر ماده حافظه للبطرمانات دي. البطرمانات لو ازاز زي ال3 بطرمانات دول تحطيهم في التلاجة عادي، انما ما تحطيش ازاز في الفريزر لانه هيتكسر. انا عبيت ال3 ازاز وعبيت 2 بلاستيك اللي هم بتوع النوتيلا او الكورنفيل اللي هي بتاعت الايس كريم زي كده مثلا. وبعد ما بخلص يعني بروح جاي حاطه على وشها برضو زيت عشان خاطر احفظها وتنيها كويسه. تيجي تاخدي بقى منها، تاخدي بمعلقه ناشفه
اهم حاجة مفيش نقطة مية يا جماعة، ولا في البطرمان يكون ناشف ونضيف، ولا في ولا ان انتي تجيبي بمعلقة مبلولة مية، عشان ممكن يعني لا قدر الله تعمل معاكي عفونة. وبالشكل ده هيكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يا رب يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا بقدمه. كومنت حلو منكم كده عشان يحفزني ويشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات. مع السلامة.